عندما تجد اختلاف في مسألة ما، أول خطوة تقوم بها هي خطوة التمييز. كيف التمييز؟ ما المقصود بالتمييز؟ تميز هذه المسألة اللي حصل فيها الخلاف، هل هي مسألة علمية أم هي مسألة ذوقية متعلقة بالذوق؟ أول شيء ما هو التمييز. فإن كانت مسألة ذوقية فلها ترتيب، وإن كانت مسألة علمية لها إيش؟ لها ترتيب آخر. رجل أنت مع صاحبك مثلا يقول أنا أفضل مثلا أشرب عصير البرتقال، أنت ما تأيد هذا، تقول والله الآن أشوف الأفضل مثلا عصير المانجا. الآن حصل بينكم المسألة، صار في إيش؟ اختلاف. طيب نبي نميز المسألة هذه علمية أم ذوقية؟ ذوقية. طيب إذا كانت المسألة ذوقية تتبع فيها الخطوة الأولى في المسألة الذوقية الاقتراح، إبداء الرأي. صاحبك يريد أن يشتري سلعة ما، سيارة ما، فتقول يا فلان السيارة هذه ما هي جيدة، أنا أنصحك بسيارة أفضل. قال لك لا أنا أرغب في هذه السيارة عجبتني. يا فلان مثلا الجيب ما يصلح لك، أنت ما أنت راعي بر، خذ لك سيارة صالون. قال لك لا أنا والله أحب الجيب. هذه مسألة إيش؟ ذوقية. فأنت الآن تعرض عليه، تقترح عليه، والله أنا أقترح عليك أنك تأخذ الصالون لأنه مميزاته كذا 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 كذا. وهو يستمع، قال لك لا والله أنا مقتنع فيما أريد. تنتقل للمرحلة الثانية اللي هي ترك الاعتراض. خلاص بصرك على كيفك، انتهت القصة. واضح لكم الصورة؟ عندما نقف عند هذه الإشكالية نجد تحصل مشاكل بين أخوة، بين زملاء، بين عوائل، بين زوج وزوجته، على مسألة ذوقية راجعة للذوق. فكان يفترض عليه مثلا اختلفت أنت وصاحبك في مجلس، في الديوانية، في مجلس، أيهما أفضل؟ مسألة دنيوية، أيهما أفضل؟ سيارة كذا ولا كذا، ماركة كذا ولا ماركة كذا؟ قال لك لا ماركة كذا أفضل. هذا قال لا ماركة هذه أحسن. وحصل بينهم نقاش وجدال، دخل الشيطان، تحول الأمر إلى مشادة، إلى شحناء، وصار في النفوس شيء ونفرة. مع أنه كان الأولى أن تبدأ بالخطوة الأولى، هل تميز، ثم تنظر مسألة ذوقية، إذا أقترح ثم أترك الاعتراض، أخلي على راحته، حريته. كيف الزوج مع زوجته نفس الشيء، نبي نصب الغرفة هذه أبيض، لا أنا بها أزرق. طيب وبعدين لا الأزرق أحسن، الأبيض أحسن. صارت ضجة ولجة. على إيش؟ على ويش المشكلة هذه كلها؟ ها؟ مسألة ذوقية. أحيانا قد تحصل في أمور في الأسرة ما لها علاقة في الشريعة، يعني ترجع للإنسان نفسه. مثل الزوج وزوجته، تطلب المرأة من زوجها تقول سفرنا، نريد أن نسافر إلى بلد إسلامي، مو بلد غير إسلامي، فما في مانع شرعي أنك تسافر. لكن هذا الرجل ما يرغب في السفر، إما لظروفه المادية ما تساعد، أو هو نفسه ما له رغبة في السفر. فالزوجة تقول نريد، والزوج يقول إيش؟ لا نريد، نسافر ما نسافر. عندما يحصل مثل هذا الجدال، الناحية العقلية تقول أنت أعقل، قل خير،
ننظر في الأمر، ننظر في الأمر، يصير خير إن شاء الله. انتهى. أنت قلت يصير إيش؟ يصير خير، انتهت القصة. ما قلت يصير شر، قلت يصير خير إن شاء الله. خلاص، يؤجل الاجتماع آخر إن شاء الله. يجي يوم ثاني، يجي يوم ثالث، تروح الأيام. قد هي تغير رأيها، قد أن تغير رأيك. لكن إذا أردت أن تتخذ القرار في نفس الوقت، هي تتعصب لرأيها وأنت تتعصب لرأيك، ويصبح بينكما إيش؟ شادة، خلاف، زعل، يتطور الأمر، يدخل الشيطان وأتباع الشيطان في الموضوع، فتنفجر القضية ويصبح خلاف أسري، طلاق، وتتفكك الأسرة ويضيع عن الأولاد. على إيش السبب كان؟ نسافر ولا ما نسافر؟ فالإنسان لما يعرف فقه الاختلاف يميز الأمور، يتجنب مثل هذه المصادمات والصدمات. إذن المسألة الذوقية نتبع فيها إيش؟ الخطوة الأولى الاقتراح، نبدي رأينا، والخطوة الثانية ترك الاعتراف. كيفك؟